السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. النهارده إن شاء الله عندنا أخبار رياضية كتيرة جدا ومهمة جدا. هنقولها باختصار عشان الوقت. في البداية أكيد بكرة على موعد مع مباراة مهمة مع فريق أثيوبيا في تصفيات كأس العالم، وفي مباراة تانية مع بوركينا فاسو. تصفيات كأس العالم والصعود ليها ما بقاش صعب لأول مرة. يعني 10 فرق من أفريقيا، فالموضوع أنا باقول لكم منتخب مصر صعد يعني من البداية، ما فيش فريق يعني منافس قوي. ولكن منتخب مصر عنده مشكلة في المدير الفني حسام حسن وهنتكلم عنه. في منتخب تاني لمنتخب مصر، المنتخب التاني هيلعب كأس العرب في قطر، ولكن مع مدرب قدير ومدرب كويس، حلمي طولان، واختياراته على فكرة أفضل من المنتخب الأول وهاقول لكم دلوقتي. عندنا أخبار عن الأهلي والزمالك وعن لاعيبة الأهلي وعن جون أدوارد هنقولها باختصار. في البداية عايز أقول حاجة، أنا هاكرر نفس كلام قُلته قبل كده، إن إمام عاشور شخص يعني ما تقدرش تسيطر عليه، شخص شخصيته متمردة بطبعه، بيعمل أي حاجة وما بيخافش من أي حاجة، عامل مشاكل كتير جدًا من أول ما دخل النادي الأهلي. يمكن النادي الأهلي بيحاول يخفيها أو مطنّشها. عمومًا عايزين نقول حاجة، إن جماهير النادي الأهلي قبل ما ييجي لمّا سمعت بتعاقده يا كانت تنادي لإدارة النادي الأهلي، صالح سليم مش ناسيينه، إمام عاشور مش عاوزينه. بعد كده النادي الأهلي تعاقد معاه، لأنه الخطيب بيكره صالح سليم، وفي يعني حاجات ممكن نقولها في حلقة أخرى. فالأهلي تعاقد معاه، وإمام عاشور جاب بشخصيته وبتمرُّده يعني فالناس أصلًا أنت شتمته فجايباك، فأكيد أصلًا طايح. عمل مشاكل كتير. في مباراة فاكرين المشكلة اللي عملها في المول وضرب كان في مباراة النادي الأهلي تاني يوم، وراح ساب المعسكر وبعد كده راح النادي، وقصة يعني النادي الأهلي كان بيحاول بقدر الإمكان يخفي مشاكل إمام عاشور عشان متهور، ممكن يسيب النادي ويمشي، ما بيخش على حاجة، ممكن بعد كده ييجي يعتذر اعتذار غريب. دلوقتي إمام عاشور مش عايز يجدد رغم كل المحاولات، ويعني الفلوس اللي النادي الأهلي عايز يدّيها له، ولكن هو طالب أعلى حتى من زيزو ومن كل اللعيبة. شايفين صورة ليه وحاطط رجل على رجل طبعًا بشكل مستفز. وبعد كده النادي الأهلي يعني بيلغي يعني تعاقده مع مدير لاعبين. فإمام عاشور أدم وطني، فإمام عاشور بيروح يتعاقد معاه أو يخلّيه الوكيل بتاعه في صورة طبعًا فيها نوع من أنواع التحدي للنادي الأهلي. النادي الأهلي يعني وقّف موضوع التعاقدات معاه، وأعتقد النادي الأهلي يعني بعد الفترة اللي فاتت وضح إن إمام عاشور مهم جدًا في النادي الأهلي. ما أعتقدش النادي الأهلي هيقدر يتحدى إمام عاشور بصراحة. يعني الجماهير كده كلمات بسيطة بتقولها كده ولكن زي ما قُلت لكم من البداية الموضوع النادي الأهلي أساسًا يعني متنازل، بيتنازل كتير، عمل مشاكل كتير جدًا إمام عاشور داخل النادي الأهلي. كتير جدًا. مرّة ساب كان في مباراة تاني يوم وساب المعسكر في المول واتعرّك واحد يعني عكس خطيبته كده، كانت خطيبته قبل يعني الزواج والقصة وضرب وكذا، ولا كإن في حاجة. لو اتوقّعت عقوبة في العلن، في السر ما بيبقاش في عقوبة على إمام عاشور. فإمام عاشور طايح، ونهارها كتبت وقُلت إن إمام عاشور أهان ويُهين وسيُهين، وجماهير النادي الأهلي زعلانة أهو في المستقبل. وبعد كده لغاية ما هو موجود في النادي الأهلي، طول ما هو موجود ما هيكرر الموضوع، وطول ما الأهلي منبطح هو مش هيبطّل يعمل اللي بيعمله ده كلّه. أمّا عن زيزو، فده زيزو شخص نفعي مختلف عن إمام عاشور. بعد المباراة نزّل اعتذار بصفته ملك النادي الأهلي دلوقتي. للأسف جماهير النادي الأهلي اللي بيروح من نادي الزمالك بيبقى هو الملك. السنة اللي فاتت إمام عاشور، السنة دي زيزو، قبليها خد بن شرقي، بس بن شرقي ما أصبحش مهم لجماهير النادي الأهلي عشان يعني لمّا جاب الهدف فيهم ما احتفلش، فأصبح في يعني غضاضة شوية. طيب إذا اتكلمنا عن الاختيارات حسام حسن. حسام حسن
لاعب واحد من أفضل اللعيبة في مصر وهداف وأرقام قياسية ضخمة، لكن كمدير فني ما نجحش مع فريق مميز، فريق هجومي، فريق فيه نجوم. اللي نجح معاهم المصري، وكان فريق لمّا كان بيلعب بشكل دفاعي صرف، يرُص اللعيبة ويدفع فيهم الحماس، ولكن فنيًا صفر. بعد يعني إيه، كنواحي هجومية أو فنية لا يوجد له أي بصمة. درّب نادي الزمالك وكان في لعيبة ما خدش حاجة، راح بيراميدز خد كام شهر، وبيراميدز مشّاه على طول، ما بيعرفش يتعامل مع النجوم ومع الكبار ومع الفرق اللي بتاخد بطولات، أو الفرق الهجومية بصفة عامة. بيرُص لاعيبة وخلاص، ما فيش فنيات. ودلوقتي أكيد ما خدش أي بطولة على فكرة، يعني إطلاقًا، إطلاقًا ما خدش أي بطولة مع أي فريق، وراح استخدموه للمنتخب الوطني، طبعًا في نوع من أنواع كانت المفاجأة أو الغرابة حتى لاتحاد الكرة والجميع. ما حدش عارف لغاية دلوقتي مين اللي عيّن حسام حسن، ما لهوش أي بصمة ولا أي فنيات إطلاقًا. هنشوف يعني، إحنا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. منتخب مصر التاني حلمي طولان شخص كُفء وشخص متوازن وشخص ليه باع طويل وبطولات مع حرس الحدود ومع غيرها من الأندية، ولكن هو يعني موضوع السِن أعتقد يعني موضوع فيه مشكلة عليه، لكن هو كده المنتخب التاني، وإن كان اختياراته مميزة. يعني حسام اختار، تخيل حسام حسن واخد اللعيبة نفسها هي اللي واخدها قبل كده، مصاب مش مصاب، قاعد مش قاعد، لأ الجماعة بتاعوتي صحابي هم اللي معايا، ما فيش جاهز. ولا مروان عطية بيلعب، ما بيلعبش لفترة طويلة، ما مروان عطية هيلعب وهيلعب أساسي كمان، اتفرج عليه. اتكلم عن أسامة فيصل، غير موفّق تمامًا مع فريق البنك الأهلي، واخده برضه بديل ل مصطفى محمد. يعني تلاقي ليه اختيارات غريبة، ولاعيبة قليلة جدًا، ولاعيبة مميزة جدًا ما واخدهاش، خدهم بعد كده حلمي طولان. وهتتفرّج على منتخب حلمي طولان، أنا باقول لك هيبقى منتخب كويس وشكله أفضل، واخد لعيبة يعني مميزة، زلاكا وقطة وأكرم توفيق وكريم حافظ اللي لعب مباراة قوية قدام النادي الأهلي، لعيبة مميزة جدًا، وأحمد سامي، مروان حمدي، ناصر منسي، لعيبة جامدة بصراحة يعني. منتخب مصر هاتفرّج عليه بكرة، هيفوز، أيوه هيفوز، لكن الأداء مش قد المستوى. المنتخب التونسي النهارده فاز، الجزائري فاز، في المتناول الصعود، خلّي بالك، لأن الأندية القوية كلها هتصعد. إذا اتكلمنا عن موضوع الزمالك، وإن الزمالك قرر إنه يبقى على يانيك فيريرا. أنا باقول لك يانيك فيريرا هيمشي قدام المصري الماتش القادم، يا بعديها بماتشين قدام النادي الأهلي بكتيره. لازم إن الفريق يخسر كل حاجة عشان تبتدي تمشّي مدرب، ربما يكون بيفكّر في مدرب آخر، يبقى ده تفكير كويس. أنا أثق في جونو إدوارد، وفي سكواد نادي الزمالك مميز على فكرة، مع الباك اليمين الجديد اللي هيبقى مع نادي الزمالك، لكن لا أثق في المدرب تمامًا، لأني المدرب على الأقل بيبقى فيه بصمات فنية، بيبقى فيه لمحات، فيه فهم، فيه ده ما فيش ولا حاجة من الكلام اللي قُلناه إطلاقًا، إطلاقًا زي ما قُلنا قبل كده. يعني سيبنا من إبراهيم سعيد بيدعّم شوبير ضد الحضري وأحمد حسن وكلام. أكيد شوبير أصبح شيء مُقزّز في الكورة، مرّة يشبط مع ده، ومرّة مع جماهير نادي الزمالك، ومرّة مع لاعب معيّن، ومرّة مع شخص، وبقى حاجة بصراحة مُقرفة. إبراهيم سعيد بيدعّمه، الطيور على أشكالها تقع. يعني ده اللي نقدر نقوله بالنسبة هذا الكلام. إذا اتكلمنا عن زيزو اتغرّم على المنشور اللي عمله، راح حذف المنشور لمّا اتغرّم على المنشور، واستخدام الفيسبوك التلاسم يعني مع إمام عاشور. هنشوف يعني الأيام القادمة. حسام عبد المجيد على فكرة مضبّط ومربّط مع النادي الأهلي، ده آخر حاجة. هنتكلم بكرة عن المنتخب، شكرًا لك.